الافعال او الحاجات اللي انت بتعمليها ممكن تكون بتقلل استحقاقك وبتعمليها من انت مش واخده بالك او بدون وعي، بتبعد ما بينك وبين اهدافك. انا اتكلمت قبل كده في فيديو ان ايه الحاجات اللي تعمليها عشان تعلي استحقاقك. النهارده بقى انا هقولك الحاجات اللي انت بتعمليها اللي بتبعد ما بينك وبين اهدافك او بتعطل ان انت تعيشي حياه احلامك. وكتير مننا وانا منكم برضو في حاجات كتير منها بنعملها من غير ما ناخد بالنا او من دون وعي، تقلل استحقاقنا. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. لو مهتم بموضوع الفيديو كملي معايا. اول حاجه هتكلم عنها نظرتك للفلوس او للناس اللي عايشه حياه احلامها من ناحيه المال، يعني اللي هو دي معاها فلوس او دي وصلت للحياه دي اكيد عملت كذا، دي اكيد سوت كذا. اصل ده حتى اسمها احنا بنقول دايما اللي هو ثراء فاحش. دي اكيد عملت حاجه حرام، دي اكيد اصل هتجيب الفلوس دي منين؟ انت مالك ايه هتجيب الفلوس دي منين؟ ما هو انت طول ما انت شايفه ان هي دي الطريقه الوحيده اللي تيجي بيها الفلوس او انها تقربك من عيشه احلامك او ان انت توصلي للثراء، فانت هتفضلي مكانك مش هتتحركي، لان انت مخك مش قادر يشوف طريقه تانية يجي بيها الفلوس او العيشه اللي انت عايزه تعيشيها غير بالشكل ده او بالطريقه دي، او ان يجي ممكن لا دي في نقطه تانية نبقى نتكلم فيها. الكذب بقى بانواعه، كذبه بيضه، كذبه سودا، كذبه بنفسجي، ما بتفرقش. الكذب هو الكذب كذب يا جماعه، مش فاهمه. الغيبه انك تقولي عن حد حاجه لو كان قاعد يكره ان هو يسمعها، انك تتكلمي عن حد في غيابه بشكل هو لو كان قاعد ما كانش هيحب ان هو يسمع الكلام ده عن نفسه. النميمه انك تنقلي الكلام وتوقعي الدنيا ببعض عارفاها. الظلم انك تظلمي حد بكلمه، فعل، تعطلي له حياته وتعملي له مشكله. الظلم بكل اشكاله يا جماعه هيتردلك بقى في قله رزق، في فرصه مش هتجيلك، في تعطيل هيتردلك. يعني الحياه ما فاهمه قصدي. حقوق الوالدين يعني فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. اتمنى اكون قلتها صح ان شاء الله. و يعني مش هنتكلم في النقطه دي كتير، وده ياخدنا برضو لنقطه تانية اللي هو ان انت تساعدي ابنك ان هو يبرك. يعني لو انت ام او اب ان انت تربي ابنك او بنتك تربيه صالحه، ان هو تساعده ان هو يبرك، ما تخليش المهمه دي شاقه عليه. يعني انا عدى عليا قصص كتير قوي ممكن نقول ده عقوق ابناء مثلا، نسميها كده، نحطها تحت المسمى ده. حاجات تشيب. في اهالي بيصعبوا المهمه دي على ولادهم، في اهالي يعني انت لو ربيتي ابنك او بنتك، انت واجبك تجاه ابنك او بنتك ان انت تربيه تربيه كويسه صالحه وتسهلي عليه ان هو يقدر ان هو يبرك. يعني ان هو ما تصعبيش عليه حياته، ما تظلمهوش، اديله حقوقه. انت خلفتيه وجبتيه، فما هو مش يعني من حقه عليكي. مش عارفه، انا اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي، بس يعني نرجع للنقطه دي بعدين عشان الفيديو ما يطولش. التألي على الله، يعني التألي على الاله، ان انتي واخده دور الاله. يعني من الاخر اللي هو لما تشوفي حد بيعمل حاجه اسلوب نصيحتك، ده انت ربنا هيعمل فيك، ده انت ربنا هيسوي فيك، ده انت ربنا مش هيغفر لك، ده انت هتشوفي، هو انت هتشوفي جنه، هو انت هتشوفي. انت مين؟ انت مين اصلا عشان تحكمي ولا تقرري ربنا هيعمل ايه ولا مش هيعمل ايه؟ انت مالك؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يغفر لها ايا كان حالها. انت بتتدخلي ليه؟ انت مالك؟ وين اسلوب النصيحه دي؟ ما هو انت اصلا ده الناس اللي بتنصح كده يعني مستفزه لدرجه ان هو لو ما حد ما بيعمل هيقوم يعمل ذنب استفزاز. ايه ده ليه كده؟ قصف المحصنات. واحده شفتيها مثلا لابسه لبس معين، قاعده في وضع معين في مكان معين، قالت كلمه معينه، عرفتي عنها حاجه معينه، تفضلي تلاقيها بتعمل وبتعمل وبتعمل، وتفضلي بقى تفترضي عن حياتها هي بتعمل ايه. ايه ده حضرتك؟ ايه ده زمان كان المفروض ان انت لو ما جبتيش على اللي انت بتقوليه ده شهود يقام عليك الحد. يعني انت ازاي تقري ان هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه وانت ما شفتهاش؟ ازاي يجيلك قلب ده بدل ما تدعي لها ان ربنا يهديها رايحه تشوهي سمعتها؟ طب ما انت كده فرقتي عن الشيطان ايه؟ انت كده بتنشري الفساد في الارض، فرقتي ايه بجد؟ دي تلاقيها بتعمل، دي تلاقيها بتسوي، اصل هم كلهم ايه ده بجد. لسانك انك تكوني شخص
صليط اللسان لدرجة ان الناس تشيل هم ان هي تقابلك او ان هي تقعد معاكي. تخيلي حد كده يبقى شايل هم ان هو يشوفك، لا تحرجيه، لا تهزري معاه هزار مش اللي هو، لا تقولي له كلمتين، لا تفكري بحاجه مضايقاه، تبقي قاعده كده فاهمه، قاعده بتسوي الناس على الجنبين، فالناس تبقى قاعده متضايقه منك ومن قعدتك وشايله هم وحاسه ان هي في امتحان. ليه؟ ليه؟ طب ده انت حتى يعني ضربتي علاقاتك في مقتل. الناس اصلا هتبقى شايفاكي طول الوقت شخص تقيل سئيل، مش يعني فاهمه قصدي اللي هو طبيعي حاجه زي كده مش تقطع ارزاقك، تقطع علاقاتك مش عارفه اقول لك ايه، في كلام ما ينفع. صدقه متمسكه في الفلوس، متعلقه بيها اكنها هي المنقذ، مع ان وعد ربنا ان انت لما هتطلعي هيجيلك، لما هتطلعي هيجيلك اكتر، هيجيلك بقى سواء في فلوس، سواء في بركه، سواء في فرصه احسن، في حاجه كنت عايزاها، في غفر ان انت ربنا يغفر لك ذنوب سيئات. آم، آه، صدقه. يعني كنت عايزه اقول لك كمان، انت الفلوس هيجي لها حاجه تصرفها، شئتي ام ابيتي، والله عن تجربه وعن تجارب ناس كتير حواليا، هيجي لها اللي يصرفها وياخدها وتبقي انت مضطره تصرفيها يعني. وبأسوأ يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني ربنا ما يكتبها على حد اكيد، ما اتمناش لحد حاجه وحشه، بس يعني انت مش مطلوب منك كتير، يعني اللي هو لو معاكي 100 جنيه 5 جنيه مش هتفرق معاكي في حاجه. بس في ذنوب كده تقعدي مع ناس تبص تلاقيهم بالذنوب باللوكش. انا مش عارفه هو ظهر في الفيديو ولا لا، بس يعني لو ظهر ف يعني حظكم حلو ان انتوا تسمعوا صوت ابني. كنت بقول الذنوب اللي باللوكشه، اللي هو ناس اللي هي لما بتيجي بتشتم او بتجيب سيره حد، دي البلد دي كلها كده، دي العيله دي كلها كده، دي البلد دي رجالتها كلها كده، دي بناتهم كلهم كده، اللي هو بتاخد ذنوب باللوكشه كده، اللي هو ذنوب لا تقل مثلا على 10,000 راس. انت متخيله بقى كل حد من دول او البلد دي او اللي انت قلتي عليهم او العدد ده، كل حد من دول، كل راس من دول بسيئه، وهياخدوا من حسناتك وتديهم انت هتعوضي كل ده ازاي؟ هتعوضي كل ده ازاي؟ هتروحي فين؟ انت كده لابسه في حيطه، انت رايحه في داهيه. الحسد اللي هو تمني زوال النعمة من عند الناس، يعني بدل ما تقولي ربنا يبارك لهم، ربنا يزيدهم، يا رب زي ما اديتهم اديني، ما تدعي ربنا بدل ما تتمني انها تروح من عندهم، ادعي ربنا ان هو يديكي ويزيدهم ويزيدك. الديون، انك تستسهلي انك تديني عشان حاجات رفاهية او مش ملحة او حاجة تخليكي تعيشي في مستوى، يعني ايه اللي هو ده مش مستواكي وده اللي مش المفروض ان انت تعيشيه دلوقتي، فانت عشان ترسمي رسمه معينه او تعيشي وضع معين ده مش استحقاقك دلوقتي، اشتغلي عليه وهاتيه انت بنفسك. طالما مفيش ازمه لا قدر الله، مفيش حاجه كارثيه، مفيش حاجه تخص صحه انسان، لا مفيش حاجه تستدعي ان انت تستلفي او ان انت ما انت كده يعني معطله لها. هي يعني اللي انت استلفتي منها هي اكيد عامله خطه، هي عامله خطه للفلوس، عايزه تعمل بيها حاجه، عامله حساب، محدش بيبقى عايز يرمي فلوسه، فان انت تستسهلي وكمان تاخري كمان ان انت تستسهلي ان انت ما ترديش الدين، ايا كان اختك، اخوكي، عمتك، ايا كان قرب الشخص ده منك، لا دي مش حاجه راجعي نفسك فيها. النظافه الشخصيه، انا ده يعني انا اتكلمت في النقطه دي كتير، ده انا عامله لك فيديو مخصوص عن ازاي تستحمي باقل مجهود، يعني مش عارفه اقول لك ايه، قومي استحمي، مش هنتكلم في النقطه دي كتير، انت خلاص كبرتي. سوء الظن بالله او القنوط من رحمه ربنا، يعني اللي هو ازاي هتتحل، لا دي قفلت خلاص دي ملهاش حل، لا هتتحل، لا ليها حل، ربنا ما بينساش حد، وربنا عند حسن ظن عبده بيه. الوفاء بالوعد، لما توعدي حد بحاجه اعمليها او قولي معرفش، محدش هيقول اللي معرفتش اهي. لكن ان شاء الله وانتي من جواكي يعني نيتك انتي ما تعمليش، لا هو تقديم المشيئه حاجه كويسه، لكن ان شاء الله وانا من جوايا لا ما تعمليش كده، قولي لا مش عارفه، مش ممكن، هشوف. لكن لدرجه انها بقت تريقه، يعني لو انت خلاص طالما انت قلت ان شاء الله يبقى خلاص انت مش هتعمل، لا ما ينفعش نلعب بالحاجات دي، لا.
تتبع عورات الناس. تدخلي مثلا بيوت الناس، عايزه تقعدي على اساسه، البيت نضيف البيت مش نضيف، تبصي كده في كل حته، ناقص تقومي تقلبي السجاده، دول بيقولوا دول بيعملوا دول لابسين دول بيغسلوا ما بيغسلوش دول بيسووا. او مثلا تبقى واحده مثلا زي الفتره اللي فاتت دي مشهوره، مثلا يطلع حد يقول دي عملت كذا سوت كذا، تفضلي بقى ورا الفيديوهات عايزه تجيبيها. ويا جماعه هي عملت ايه، وتنشري وزي ما بيقولوا تزيتي في الزيطه، يعني اللي هو تفضلي تنشري وتساعدي اكتر على نشر الفضيحة، يعني نشر عورتها ونشر فضيحتها. ادعي لها ربنا يهديها، او اسكتي، او تعرفي حاجة غلط عن حد وتروحي بقى تقوليها للناس وتجهري. ليه كده؟ الجهر بالمعصية. انت دلوقتي عملتي حاجة غلط، ربنا سترها عليكي الحمد لله، بدل ما تتوبي لا تروحي وسط صحابك، ده انا عملت كذا، ده انا سويت كذا، ده انا شربت كذا، ده انا نيلت كذا، ده انا هببت كذا. الله يهديكي. ما ينفعش، ما ينفعش يعني. ده يعني انت كده مش بس بتأخري رزقك، انت بتأخري كل حاجة دنيا واخرة. التقليل من نفسك او قدراتك طول الوقت، انا مش هعرف، انا مش هقدر، انا ما بفهمش، انا مش عايزه، انا مش قادره، لا ده بيضيع عليكي فرص، بيقلل عليكي فرص كتير. بس انك تبقي معتمده كليا على الناس، ان الناس تعملك، الناس هتسويلك، حد هيساعدك، حد هيوريكي، لا لازم تاخدي خطوات لوحدك، لازم تعملي، لازم تقومي. قومي يا بت. الانضباط، ودي اتكلمت فيها كتير وحكينا فيها كتير، ان انتي لما توعدي نفسك بحاجة او توعدي حد بحاجة تعمليها في شغلك في دراستك. اتفقتي مع نفسك انا هحضر الكورس الفلاني، انا هعمل الشغلانة الفلانية، انا هعمل المهمة الفلانية، انا هقوم دلوقتي اعملها، عشان ده بيقلل من نظرتك لنفسك، يعني بيقلل من ثقتك في نفسك، عشان انتي بتبقي شخص يعني اللي هو ايه، ما التزمتيش حتى مع نفسك، الناس ازاي هتاخدك على محمل الجد وتلتزم فيكي وتثق فيكي. في النهاية الافعال اللي انا قلتها دي، لو تعرفي حاجة تانية ضيفها لنا، ناقشيني. هي اكيد لو فكرتي فيها بمنطقية بتقلل استحقاقك، بتضيع عليكي فرص، بتقفل في وشك ابواب. فحاولي انت تشتغلي على نفسك، وانا نفسي من ضمن الناس، يعني ان انا مش معنى ان انا بقول لك الكلام ده ان انا ما وقعتش فيه او مرست، لا انا بقع، انا انسان بيغلط ويتوب ويحاسب نفسه ويحاول يطور من نفسه ويحاول يحسن من نفسه. فكلنا معرضين للاخطاء دي، وفي حاجات بتحصل في سهو او بلا وعي، وده كان دور الفيديو اللي انا اول فيديو عملته خالص، انا اقول لك انت ازاي تبقي طول الوقت في حاله وعي باللي انت بتعمليه او بافعالك. او في فيديو العلاقات مش متاكده يعني ايه، بيتابعيني يعني ان شاء الله هتطلعي بحاجه. عموما وصلنا لنهايه الفيديو، لو انت استفدتي من الفيديو اتمنى ان تعملي اشتراك في القناه ولايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.